السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض سفرة اكثر من رائعة باقل وقت وباقل مجهود. هنعمل مع بعض النهاردة كذا وصفة. هنعمل حمام محشي فريك، كمان هنعمل سمان، وهنعمل رز معمر. ازاي تعملي عزومة حلوة جدا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كمان هقول لكم على طريقتين لتسوية الحمام والسمان ممتازين هيعجبوكم جدا جدا. لو انت لسه مبتدئة بجد اللي هتعجبك جدا الطريقتين دول. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير لكل اصحابكم، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل احلى سفرة ازاي. اول حاجه انا جبت السمان بتاعي والحمام من بالليل، غسلته كويس جدا جدا وحطيته في بوله كبيره، وحطيت عليهم معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار سكر، ترنشات من البرتقال والليمون، وغطيتهم كويس جدا وحطيتهم جوه التلاجة من بالليل للصبح. محلول النقع ده بينزل اي دم في الحمام، بيخليه زي الفل، اي زفاره بيبقى تحفه جدا، ما تستغنوش عنه. جينا بقى تاني يوم الصبح، خدنا الحمام بتاعنا غسلناه مره واتنين وتلاته، وكمان غسلنا السمان، طلعنا الكبد والقوانص على جنب زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنبتدي نعمل الفريك بتاعنا. حاجه مغسوله كويس جدا ومتصفيه من الميه. معايا كيسين فريك الضحى، كيلو من الفريك، هغسله كويس جدا. ناخد الفريك بتاعنا ونغسله كويس جدا وحطيناه في بوله زي ما انتم شايفين كده، وصفيناه من الميه تماما. بعد كده هجيب ميه بتغلي من الكتل وانزل على الفريك بتاعي. شايفين الميه لازم تكون بتغلي، او نديله غلوه على النار ونطفي عليه. غلوه واحده بس مش اكتر من كده عشان ما يعجنش. انا بحب ان انا اغلي الميه في الكتل وانزلها على الفريك بتاعنا. سبته طبعا مش اقل من تلت ساعه. بصوا الفريك بتاعنا حجمه تضاعف. دلوقتي بقى هاخده اصفيه من الميه تماما في مصفى، ونبتدي نشوحه مع بعض. بعد ما صفيته في مصفى جبت صينيه كبيره وحطيت الفريك بتاعي، حطيت عليهم معلقتين كبار من السمنه البلدي، ملح وفلفل اسمر. هشوحهم مع بعض لحد الفريك ما يشرب السمنه. تمام. مجرد تشويحة كده، السمنة والملح والفلفل الأسمر والسمنة تدوب بالفريك ويتشرب السمنة كلها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هنا أنا خلاص الفريك بتاعي اتشرب السمنة، ملحه مظبوط، فلفل أسمر تحفة. ابتديت ان انا اطلع حبة في طبق عشان يبردوا، شايفين البخار طالع منهم. هسيبه يبرد شوية، ودلوقتي هنبتدي نحشي مع بعض. الفريك بتاعنا برد، معايا الحمام، معايا السمان، طبق صغير فيه ملح وفلفل اسمر، وطبق فاضي عشان نبتدي نحشي فيه مع بعض. اول حاجه هبدا بالحمام بتاعي. طبعا هو بيكون فيه فتحه، على قد ما تقدري تخلي الفتحه دي صغيره، ما تكبريهاش عشان تعرفي تقفلي الحمامه كويس بعد ما تخلصي. ولو حابه انك تفصلي الجلد بتاعه افصليه، مش حابه مفيش مشكله، انا المره دي مش هفصله خالص. ندخل كده بالمعلقه الفريك بتاعنا، وبعد كده ابتدي ادخل الفريك بصبع صغير كده من ايدي، وابتدي ازق الفريك لتحت عشان يطلع في الحصلة لحد ما يملي الحصلة بتاعتنا. شايفين انا بوريكم بضغط على الفريك من ورا، والفريك بيطلع اهو من قدام زي ما انتم شايفين كده. هقعد اعمل كده لحد ما الحصلة بتاعتي تتملى. موضوع سهل جدا وبسيط، بس نركز شوية. شايفين بنحشيه ازاي؟ وهكذا نرجع نحط فريك تاني ونبتدي نضغط عليه بصباعنا لحد ما نملي الحصلة كويس جدا، وبعد كده بقى نملي البطن كلها، وهقول لكم هنقفله ازاي. بصوا الحصلة اتملت فريك ازاي. بصوا مليت الحصلة زي الفل، مليتها فريك كويس جدا جدا.
كمان مليت بطن الحمامية فريك من جوه اهو. هبتدي بقى اقفل الرجل بتاعتنا، احط قنصة بتاعة الحمامة تمام هنا او كبدة اي حاجة، وهبتدي بقى اشبك رجليها من تحت، ادخل واحدة يمين وواحدة شمال عكس عكاس. تمام اهو، بصوا بدخله وادخل التانية عكسها على طول بنكتفها. شايفين دخلت رجل اهو، انا بوريكم كويس عشان تبقوا شايفين. ادخل التانية بقى من تحت عكسها. الموضوع سهل جدا وبسيط. كده خلصنا حمامية. بصوا الحمامية لما اتحشت بقت تحفة، بصوا حجمها روعة، جميلة جدا جدا جدا. احنا كده حشينا حمامة مع بعض. دلوقتي بقى نبتدي نحشي السمان. شلت الحمامية بتاعتنا وهجيب سمانية عشان اكون وريتكم واحدة من السمان وواحدة من الحمام، وبعد كده بقى اكمل الكمية كلها آه وانا قافله الفيديو عشان ما يكونش طويل عليكم. طبعا السمان بيبقى حجمه صغير، بصوا ده شكل السمان بتاعنا. وهبتدي ان انا ادخل الفريك بتاعي بنفس الطريقة برضو. ادخل الفريك واجي بصبعي ازقه كده لحد ما املي الحصلة بتاعتها. تمام. بعد ما امليها، بصوا انا هنا مليت الحصلة بتاعتها ومليت بطنها. هبتدي برضو احط قنصة او كبدة، وبعد كده اقفلها بنفس الطريقة اللي قفلت بيها الحمامية. تمام. رجل يمين ابتدي ادخلها في اي جنب في الحمامة على فكرة، يعني المهم ادخلها بس يكونوا عكس بعض. انا هنا على فكرة دخلت رجل السمانة في الرجل التانية، دخلت كده واحدة يمين والتانية شمال على طول. بصوا انا حتى لو انتوا واخدين بالكم دخلت في رجل التانية ازاي، وهبتدي ادخل الرجل التانية عكسها. موضوع سهل، ما تخافوش خالص. وكده حشينا سمانية. يبقى حشيت معاكم حمامة وحشيت معاكم سمانة. هكمل كل الباقي وارجع لكم. هنا انا حشيت بسم الله ما شاء الله الحمام، بصوا تحفة حلو جدا جدا. هسوي الحمام بطريقة وهسوي السمان بطريقة، والطريقتين ينفعوا للوصفتين عادي جدا، بس انا حبيت ان انا احط لكم طريقتين عشان اللي مش حابب دي يعمل دي. معايا حلة فيها مية بتغلي، معايا طبق فيه جزر، فيه طماطم، فيه ورق لورا، فيه مستكة، آم، فيه جزر. هنزل الطبق ده على المية المغلية. بعد كده هنزل بالحمام، لازم المية تكون سخنة جدا. تمام. هنزل بالحمام بتاعي. دي طريقة تنفع للحمام وتنفع للسمان، والطريقة اللي هوريها لكم التانية برضو تنفع للحمام وتنفع للسمان. خلاص هنسيب الحمام بتاعنا يستوي. أول ما المية تغلي غلوة التانية نوطي عليه ونسيبه يستوي. طيب السمان بقى هسويه ازاي؟ هسويه في الكيس الحراري، برضو طريقة حلوة جدا جدا. معايا السمان بتاعي انا حاشياه اهو، معايا باقي الفريك اللي باقي، ومعايا في كبد باقية من السمان والحمام، وده الكيس الحراري اللي هحطهم فيه. الطريقة دي ينفع نعمل بيها برضو حمام. مش في ناس بتخاف تحط في المية عشان ما يتفتحش منها او كده، لسه بتعمل جديد ومش عارفة. سوي في الكيس الحراري، سهل جدا وبسيط، والحاجة بتستوي تطلع زي الفل. عشان كده انا عملت لكم طريقتين، واختاروا الطريقة الاسهل لكم. جبنا صينية كيس حراري، وهبتدي اول حاجة انزل الفريك بتاعي. بعد كده حطيت الكبد فوق الفريك، وبعد كده حطيت السمان بتاعي جوه الكيسة. زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة. لو انت لسه جديدة ممكن تعملي الحمام بنفس الطريقة او السمان.
في الطريقتين هيطلعوا حلوين جدا. حطيت كمان ورق لورا جوه الكيسه. هبتدي اطلع الهواء خالص، والكيس الكيس الحراري زي ما قلت لكم قبل كده بيكون معاه قفل. هبتدي ان انا اقفل الكيس الحراري. بعد كده هجيب ميه مغليه من الكاتل وانزل بيها في الصينيه. كده الوصفه بتاعتي بقت جاهزه. حطينا السمان وقفلنا الكيسه وحطينا ميه مغليه في الصينيه. هبتدي ادخلهم الفرن. الفرن تكون سخنه. دخلنا السمان بتاعي، اسيبه بقى ياخد وقته لحد ما الاقيه احمر كده واستوى هطلعه. هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ هنعمل الرز المعمر. معايا حوالي كيلو رز، كيلو ونص من الرز المصري مغسول وحطاه في البرام. معايا حوالي ربع كيلو قشطه او اكتر من ربع كيلو. ومعايا ملح وفلفل اسمر ولبن وميه. النهارده هعمل لكم الرز المعمر من غير سمنه بلدي. يعني لو هتحطي كميه حلوه من القشطه مفيش داعي خالص انك تحطي سمنه بلدي. الرز بتاعنا كيلو ونص مغسول، وحطينا الملح والفلفل الاسمر، وحطيت عليهم علبه القشطه اللي انا محوشاها من وش اللبن. وهبتدي انزل باللبن بتاعي يكون سخن مغلي. وصفة سهلة جدا وبسيطة. رز وملح وفلفل، عندنا قشطة محوشينها. هنحط كمية، نص الكمية لبن ونص الكمية مية. فيعني لو ما عندكيش سمنة بلدي اعمليه بالقشطة عادي. ودايما اقول لكم حوشوا القشطة. بصوا انا دلوقتي نزلت بمية مغلية من الكتل. ممكن نحط الكمية كلها لبن وممكن نحط مية. انا النهاردة حطيت مية ولبن لان حاطة كمية قشطة حلوة جدا. عشان كده قلت بلاش سمنة بلدي. وطلع روعة، طلع طعمه تحفة جدا جدا جدا. قلبتهم كويس جدا. الملح مظبوط. بيكون املح سنه من الطبيعي. ودخلتهم الفرن. يلا بينا بقى نشوف الحمام بتاعنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الحمام؟ شايفين الجمال؟ تحفه، حلو جدا جدا. شايفين الشوربه بتاعتي؟ ولا في حمام اتفتح في الشوربه ولا في فريك نزل. الحصله بتاعتنا منفوخه وتحفه ومليانه فريك. الحمام بتاعي استوى، ما بياخدش وقت كتير على فكره. حلو جدا جدا. هبتدي دلوقتي اطلع الحمام بتاعي من الشوربه. بصوا الشكل، بسم الله ما شاء الله، تحفة. حلو جدا جدا. الحصلة بتاعتي ما اتفتحتش، الحمام مظبوط حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى نحمر الحمام بتاعنا. هجيب طاسة، هحط كمية حلوة من الزيت وعليها سمنة بلدي. زيت وسمنة بلدي وكمية حلوة عشان انا عايزة احمره كله، اخليه كله لون واحد زي المطاعم كده بالظبط. بعد ما السمنة والزيت قدحوا و دابوا، هبتدي انزل بالحمام بتاعي. لازم يكون الزيت والسمنه سخنوا، ما ينفعش ننزلهم على زيت بارد. وهنبتدي كده بقى نحط الحمام بتاعنا ونقلبه على كل جنب على كل جنب لحد ما ياخد اللون التحفه الذهبي الحلو قوي. بصوا انا حطيت هنا 3. هبتدي بقى الفه كل شويه، الف فيه علشان ياخد اللون حلو ويكون كله لون واحد ودرجه واحده. شايفين الجمال؟ شايفين التحفه؟ بصوا اللون وجماله حلو قوي قوي قوي. هنحمر الحمام كله بنفس الطريقه. رصيناه وطلعناه واتحمر. رشة بقدونس بقى، بصوا يفتح النفس بجد. ما شاء الله. حلو قوي قوي. هنا بقى طلعت السمان. بصوا السمان خد لون تحفة، مستوي قوي حلو جدا جدا. فتحت الكيسة وطلعته. هبتدي ان انا اقدمه دلوقتي معاكم. يبقى احنا سوينا النهارده الحمام والسمان بطريقتين. خايفه انك تحطيه في الشوربه يتفتح منك، او انت لسه جديده او اول مره تعملي، حطي في الكيس الحراري وسيبيه هيطلع متحمر جاهز. ودي من احلى حاجه في الكيس الحراري، ان اي حاجه بنحطها فيه بتطلع متحمره جاهزه، لان البخار بيبقى مكتوم جوه فبيطلعوا تحفه. والاكل بجد كان حلو جدا جدا جدا.
بصوا حلو قوي قوي. هنا بقى ابتديت ان انا اقدم زي ما انتم شايفين الحمام، بسم الله ما شاء الله. الرز المعمر طلع من النار واخد لون تحفة وريحته تجنن. السمان كمان عملت ملوخية، بس ما صورتش معاكم الملوخية، انا صورتها كذا مرة قبل كده، وهبقى اصورها لكم تاني برضو في فيديوهات تانية. سفرة حلوة جدا، سهلة وبسيطة. كل حاجة معمولة بحب. صراحة كنت عازمة حماتي اليوم ده، والاكل كله طلع حلو قوي قوي قوي. ودي السفرة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. قبل ما اقفل الفيديو بتاعي هقطع لكم حمامة اوريكم جمالها قد ايه تحفة وحلوة جدا. وطبعا ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة منكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.